السلام عليكم خوخاتي، كي راكم دايرين؟ اليوم ان شاء الله غادي نديرو وصفه عجينه الطاغتولات بكميه كبيره تعاوننا بزاف ان شاء الله في رمضان ولا في المناسبات. نبداو بسم الله. عندنا كيلو تاع فرينه، نديرو معاه مغرف ونص كبيره تاع ملح، نخلطوه مليح مع بعض باش يتوزع لنا الملح في كامل العجينه. نضيفو له 500 غرام تاع زبده تكون بدرجه حراره المطبخ، يعني كيلو فيه 500 غرام. ونبداو نخدموا هذيك الفرينه مع هذيك الزبده فقط بالاصابع، يعني بلا ما نعجنوها. شوفوا كيفاش تولي مرمله حفره هكا. ونبداو نضيفوا الماء غير بشويه وميمطو رانا نلمو. شاوله تانيك ما تعجنوش، لموها غير بصبعتيكم، خاطر لو كان تعجنوها غادي تولي مطاطيه وغادي تهود لكم كاع في الفور. غير هكا غير بالصبعه. والماء زيدوا غير بشويه بشويه تاني باش ما يغلبكمش الماء، وتكثروا الماء على الدهان، يعني المقدار، وغادي هكا تاني تجيكم يابسه. شوفوا العجينه كيفاش ولات طريه بعد ما لميناها. دروك نغطوها نخلوها تريح حوالي 10 دقائق ومن بعدها نبداو نشكلوها. جيبوا هذوك الليمون اللي نقيناهم مع بعض، ندو كميه من العجين في كل وحده ونحلوها غير بيدينا كما شفتونا. بالشوكه نثقبوها كامل. ديروا اي حبوب جافه، كانت عندي لوبيا، ديروا حمص، المهم تكون ثقيله هكا باش ما تنتفخناش ويقعد الشكل تاعها مليح. وندخلوها طيب في فرن مسخن من قبل، غير نشوفوها بدات تحمر نقلعوا هذيك اللوبيا ونخلوها تكمل طيابها. هما الطاغتولات تاعنا راهم واجدين، توجدوا فقط حشو مالح وتضيفوا فيهم. الا بغيتوهم يعني في حشو حلو زيدوا فقط سكر، نقصوا نسبه تاع الملح، وزيدوا مغرف كبيره تاع سكر. هذه هي الزينات. لمزيد من الوصفات ما تنساوش تزوروا قناتي في اليوتيوب اسمها خوخا كويزين. سلام.